والله هذه السالفة صارت قديمة شوي، يعني هذه السالفة كانت السيارات مو كثيرة عندنا موجودة بالسعودية. هالرجال هذا يقول كنت اترزق الله، انا اروح من مدينة لمدينة كل شوي اشتغل لي شغل، اقعد بديرة شهر ديرة قعدت فيها شهرين 3 شهور وعلى هالموال. يقول اهلي عايشين زي ما تقولون قرية، بس موجودة القرية ذي في بر، يعني طريق صحراوي، وطريق صحراوي تقريبا يمكن 50 كيلو، يعني ما في سفلت، لان قلت لكم قصة قديمة ما كان في كل مكان في سفلت، والاشياء ما كانت موفرة بالكامل، يعني الوضع كان صعب. الرجال هذا قاعد له شهر في ديرة، بعدين راح شهر ثاني قاعد في ديرة ثانية، تقريبا قاعد على هنا تقريبا 2 و3 سنوات. جاء لي يوم من الايام قال انا برجع لاهلي، ابي اشوفهم بسير عليهم غير جو، بعدها برجع بكمل شغلي، لانه يقول المكان اللي احنا ساكنين فيه ما في وظائف ما في شغل، فصعب اني اعيش هناك، وانا رجال كبير ابي اتزوج اضبط اموري. يقول جاء يوم من الايام اللي انا كنت مكان تقريبا عن ديرتنا 300 كيلو، وضع صعب مرة وسيء. يقول أنا أقعد يوم يومين ما ألقى أحد يوديني، بسبب أول كانوا قطاع الطرق كثير، الناس كانت تخاف، السيارات كانت قليلة، والناس زي ما تقول ليش أركبك معي، خاف تسوي لي شيء يضرني، فالأشياء هذه كانت مأثرة على العالم. يقول أنا أوقف أنتظر يوم يومين، يوم جاء اليوم الثالث اللي مرت سيارة وقفت، السلام عليكم. وعليكم السلام، تكفى بك توصلني؟ قال اسمع أنا بروح مع الطريق الفلاني، بس ممكن ما يخدمك الطريق، بس بنزلك المكان الفلاني. قال مو مشكلة، إذا وصلت هناك أدور لي أحد يعني أمشي أموري. يقول بعض الأحيان أقعد يوم يومين ما أوصل لأهلي. يقول ركبت مع الرجال هذا، يقول مشى تقريبا يمكن 90 كيلو، وقفني من مكان فلان. يقول الكلام ده العصر، يقول واقع في المكان فلان العصر المغرب ما حد جاء، ودورت في ذاك المكان زي ما تقول مكان زي ما تقول ما حد حوله ولا شيء. يقول جلست فيه لين جاي النوم ونمت. يقول يوم جاء الفجر وانا ارجع وادور على نفس جرة السيارات ادور. يقول انا حاسب حساب الاكل اللي معي يكفيني تقريبا يمكن يومين 3 ايام 4 ايام. يقول اقتصد على نفسي وامشي اموري، واذا لقيت بير ولا شيء عباتني ماء. يقول انا قمت الفجر وادور في المكان اللي انا نزلت فيه، ما مرت سيارات، قلت خلنا نمشي اقطع. يقول واقطع كيلو كيلوين 10 20 30 كيلو ما حد حولي. يقول الا رنت الشمس وادور لي ضايع واقعد. يقول تعب. يقول وانا اكل واشرب ماي واريح شوي. يقول اخذت لي غفوه. يقول وانا ما اخذ لي غفوه، يقول سمعت صوت سياره بعيد، وانا اقوم مفز واركض جهه السياره. يقول ما مداني اوصل المكان اللي السياره متعديه. يقول شافني اركض اصلا، يقول السياره شافتني اركض تقول هذا حرامي يعني، والكلام هذا تقريبا الظهر. وراحت السياره. يقول انا ابتلشت في عمري، كل شويه امشي وتعب وحر، ولكن بيخلص. يوم الاول يوم الثاني يوم الثالث. يقول جاء يوم من الايام اليوم الثالث تقريبا، يقول انا كنت على المغرب على العشاء، يقول الدنيا ظلمت، يقول دايخ بنام. يقول اسمع صوت سياره تمشي بالليل، تعرفون صوت السياره صارت تمشي في البر، صوت الحصى يضرب. يقول انا اقوم من النوم واروح للسياره، يقول السياره تمشى، يقول واروح اوقف عندهم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الا هم 2 شباب، تكفون انكم توصلوني؟ قالوا مش مالك. يقول ركبت معهم انا، يقول هنا صار ما توقعت، يقول مشينا تقريبا 20 كيلو، اللي يلتفتون يوقفون السياره يلتفتون علي، لفوا علي نزلوا من السياره مسكوني يضربوني. اخذوا كل شيء معي، اخذوا المويه، اخذوا الاكل معي، واخذوا كان معي ساعه بيدي، اخذوا ملابس، اخذوا كل شيء، نزلوا من السياره ومشوا خلوهم. يقول انا ابتلشت في عمري، يقول منطقه ما حولي احد ابد، يقول ما حولي ابد احد، لا ناس ولا طريق ولا اي شيء، يعني هذول اللي وقفوه بمكان عشان ما حد يوصل له. يقول ذا راحوا خلوني. يقول المنطقة ما حولك أحد أبد، ما تسمع صوت فيها، لا كلاب ولا أي شيء ولا أي حياة فيها. وأنا أمشي في الليل، أمشي. يقول حاولت أمشي مع الطريق اللي هم راحوا معه. يقول تعبت وأنا قاعد، وانسدح مع قوة التعب. يقول انسدحت ونمت وقمت تقريبا، يقول قمت على الشمس. يقول من قوة التعب نمت نومة طويلة مرة. يقول رنتني الشمس رنة قوية. يقول تقريبا على الساعة 8 الصبح. يقول قمت من النوم، يقول ادور حوالي مويه شيء اشربه، ما لقيت شيء، وانا امشي اناظر يمين اناظر يسار، القى لي اثر اهل الابل اهل الغنم، اي احد مار، اثر رجلين، اي شيء ما في. يقول وشوف لي ذاك الجبل البعيد، قلت يمكن احد حوله، اهل باديه حوله قريه شيء، وانا امشي بذا الشموس حر وجوع وعطش، وانا اطيح على وجهي دايخ. يقول ضربتني الشمس
اللي فيني صفر. يقول ما اقدر اتحرك. يقول طحت على وجهي اغمى علي. قمت مرة ثانية وامشي واطيح وامشي لين وصلت للجبل، وانا ادور لي ذاك الذراع وقعت فيه. يقول خلاص هلكت. يقول جاف انا مرة. يقول ما فيني اي شيء. تعرفون جسم الانسان يحتاج ماء. يقول وقتها كان وقتها صيف حر، ما حولك اي شيء، يعني حتى لو كان في منقع ما يبي ينشف. يقول وانا اكل من ذا الشجر، اكل من الشجر. طبعا الشجر معروف ترى فيه نسبة مويه. يقول واكل من ذا الشجر. يقول لين لعت كبدي. يقول قلبت زي ما تقولون بهيمة، اكل اي شيء قدامي. وقعت اليوم الاول، يوم الثاني، يوم الثالث، خلاص حسيت اني بموت بهلك. يقول منطقة ما اقدر اتعداها. يقول تعب علي، جسمي ما اقدر اتحرك، والمنطقة اللي انا قاعد فيها زي ما تكون فيها ظلال، فيها شجر، فيها اقدر اي شيء اكله. بس يقول خلاص جسم الانسان يحتاج مويه. فيقول انا جسمي ما اتحمل. يقول وانا قاعد في مكاني خلاص. يقول قمت اصلي وادعي ربي ان الله يعني زي ما تقولون يغفر لي ويرحمني. خلاص شفت الموت قدامي، ما حقول قد الامل بكل شيء. يقول انا منسدح. يقول تقريبا الكلام هذا يقول الساعة 3 العصر. يقول حر وانا قاعد كذا خلاص، يعني كم ساعة وانا خلاص بيغمى علي، ما ادري شو بصير علي، يمكن اموت، يمكن ما ادري شو يصير. يقول ما كان في هواء خفيف والبر هدوء. يقول سمعت صوت، كني سمعت صوت ناقة. يقول كني صحصحت شوي وسمعت اللي في صوت. يقول انا امشي مع الصوت وامشي. ما هو اللي حوله جبل، سبحان الله الصوت اذا ضرب بالجبل يصير له ارتداد زي الصدى. يقول اتبع الصوت وامشي الا اشوف ذيك الناقة. تقريبا يمكن مسافة 700 متر الا الناقة ذي مولدة. يقول يوم شفت الناقة يقول حسيت بالحياة. يقول وانا امشي للناقة اسحب رجليني واطيح واسحب رجليني لين وصلت عندها. الا اتوقع انها لها يوم او يومين مولدة وتوي انتبه لها. يقول المنطقة اللي احنا فيها الهواء كل شوي تغير اتجاهها، فسبحان الله يوم تغير اتجاه الهواء سمعت صوتها، لان كانت هي مو بالجهة اللي موجودة فيه، لا بالجهة اللي ورا يعني الخلف. يقول ما اروح عند الناقة وانصاع. يقول واقعد اشرب من حليبها واشرب لين طحت على وجهي. يقول حسيت بحياة. يقول بجفاف انا ما شفته بحياتي. يقول لما ارتويت وطحت يقول خلاص برتاح. تعرفون اللي شاف الحياة مرة ثانية. يقول وانا قاعد عند الناقة دي 3 أيام، قلت ماني مبعد عنها. يقول انا ولدها من ذا الحليب نشرب. يقول ما حاولنا احد ابد. يقول اخاف اني امشي على اثرها اشوف الابن الباقي، يمكن ترى الناقة تمشي بعيد، اذا ولدت ترى تبعد دايم، تروح 5 كيلو 10 15 20 زي ما تقوم نفسه، ما تبي احد تروح بعيد. فدايم تشوف الناقة اذا ولدت تشوف بعيد مرة عن النياقة الثانية. يقول سبحان الله اللي الله ساقني للناقة ذي. يقول انا قعدت عندها 3 أيام، يوم الثالث اللي اسمع صوت الجاية. يقول اشوف من بعيد اللي جاية. يقول حسيت بالامان، الا راعي البل جاي مع خيل ومشافني عند الناقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش فيك وش صاير؟ يقول علم السالفة كاملة. يقول اقسم بالله ان الناقة ذي حقتك، ان هي انقذتني من الموت ولا انا ميت، ويعطيني مويه واشرب مويه وارتي ويعلم سالفتي ويقول وين ديرتي وكل شيء. اللي صار يقول وداني عند خيامهم. يقول كانت البادية موجودة يعني الى الان، كانت في سيارات وكان في اهل البادية، السيارات كانت قليلة مرة. يقول وقعدني عندهم، قال قسم بالله انك ما تروح من عندي من هنا الا انا موصلك. انا علبة انا بوصلك اهلك. قال ابن الحلال تكلف على نفسك ابد، كانك بتساعدني عطني خيل من خيولك بروح. طبعا سبحان الله المسافة تقريبا 100 كيلو عن اهلها او 110، الخيل عاية تقطعها بيومين. فالرجال ركب ذا الخيل وراح لأهله وعلمهم السالفة وقعد عندهم كم يوم. يوم جاي يرجع أهله عطوه ذيك العطايا، قالوا أعطها الرجال دي، هذا يستاهلها، هذه هدايا منا حنا للرجال. ويرجع ذا خوينا ويروح عند راعي البل. طبعا سبحان الله زي ما تقول حتى عرف في الطريق اللي رجع معه، لأن زي ما تقول خوينا هذا متعود إنه يمشي بالتراب والطرق الصحراوية، كان متعود يمشي معه. يقول أوصل عند البل وأعطيه ذيك الهدايا وينبسط مني وقال صار خوي. يقول عشنا مع بعض مدة طويلة. يقول يوم جيت أرجع أصلا لديرتي اللي أنا أشتغل فيها، يقول لقيت لي أحد يوصلني. يقول سبحان الله حتى ذا راعي البل جاء واحد قام بطلع الديرة الفلانية اللي هي على طريقه واركب معه واروح. فسبحان الله شوفوا وش اللي أنقذ الرجل. شوفوا سبحان الله إذا الله كتب لك تعيش تبي تعيش،
باي طريقه. يعني كان الرجال هذا يقول كنت اشوف الموت قدامي، وش اللي ينقذه؟ الناقه دي. سبحان الله، الله ساق الناقه للمكان هذا عشان تنقذ الرجال ده. فالواحد لازم ينتبه، اللي يروح البر لازم تاخذ احتياطات كامله وتفعل بالاسباب. انا ادري كل شيء مكتوب، بس لازم تفعل الاسباب. يعني تاخذ معك اغراضك، احتياطك، سالفه انك تعتمد على اشياء بسيطه لا، خذ جميع الاحتياجات. اتوقع انك انت اذا بتروح يوم بالبر يومين عادي، عط نفسك انك تقعد بالبر 10 ايام، اسبوع، اسبوعين، خذ معك كل شيء، ما في شيء خرب. خاصه التمر والمويه خله بالسياره، كرتون مويه وكرتون تمر خله بالسياره، لان الاشياء دي ما تخرب ابد.